الفيلم بيبدأ وإحنا بنشوف مشهد عن بول كان قاعد مرتاح في الاستراحة بيقرأ كتاب اسمه المستعمرة المفقودة. الكتاب بيحكي عن لغز حصل سنة 1590 لما جزيرة كاملة اختفت بكل سكانها ومحدش عارف إيه اللي حصل غير إنهم لقوا هدومهم وكلمة كورو أتون محفورة على شجرة في نص الجزيرة. بس بول مش مهتم بالكلام ده لأنه عارف إنه مجرد كتاب ومش حاجة حقيقية. في يوم من الأيام وهو في شغله فجأة الكهرباء قطعت في المكان كله، بس لحسن الحظ كان لابس كشاف على راسه فكان قادر يشوف حواليه. المشكلة بقى إنه لما بص لقى كل الناس اختفوا ومفضلش غير هدومهم. طبعا اتخض ومبقاش فاهم اللي بيحصل، لكن فجأة صاحبه ظهر ولسه معاه الكشاف بتاعه. قرروا يروحوا للمولدات عشان يرجعوا الكهرباء، لكن أول ما وصلوا الظلام ابتلع صاحبه واختفى زيه زي الباقيين. في اللحظة دي بول كان اتجمد من الخوف، وفجأة الظلام هجم عليه هو كمان. روز طبيبة في المستشفى فجأة لقت إن كل اللي حواليها اختفوا، والأفظع إنها شافت مريض كان بيعمل عملية جراحية لكنه مات بسبب اختفاء الدكاترة وانقطاع الكهرباء. لما شافت المشهد ده جريت على بيتها في حالة رعب، لكنها انصدمت أكتر لما اكتشفت إن جوزها وابنها اختفوا برضه. فضلت تصرخ وتعيط وما كانتش فاهمة إيه اللي بيحصل. لو المذيع صحي من النوم عادي، لكن وهو نازل شغله اكتشف إن الشوارع كلها فاضية، الناس اختفوا ومفضلش غير هدومهم. كان مصدوم ومش مستوعب اللي بيحصل، لكن فجأة طيارة وقعت في نص المدينة. الطيار اللي كان سايقها اختفى فما بقاش حد بيسوق الطيارة. لوك من الصدمة جري على الاستوديو بتاعه يمكن يلاقي حد، لكن لما وصل اكتشف ان زملائه كلهم اختفوا برضه. بدأ يقلب في تسجيلات الكاميرات عشان يفهم اللي حصل، ولقى حاجة غريبة. لقى تسجيل لشخص بيحكي انه شاف الظلام وهو بيقرب من بيته، وفي اللحظة دي سمع صوت اخوه الميت بينادي عليه. اخوه كان بيقوله يدخل في الظلام لكنه حس انه فخ، فسجل الفيديو ده عشان يحذر اي حد باقي. قال ان الحل الوحيد للحماية هو انك تفضل في النور، وان الظلام مش هيقدر يلمسك لو معاك كشاف او اي ضوء. وقبل ما التسجيل يخلص الشخص ده قال انه كان في مدينة شيكاغو وطلب من اي ناجي انه يروح هناك عشان يلاقوا بعض. وفجأة الكهرباء قطعت تاني. لوك فتح الشباك علشان يحمي نفسه من الظلام. الفيلم لسه مكمل، وبعد 3 أيام لوك كان ماشي في شوارع مدينته اللي الظلام ابتلعها تماما. كان بيدور على اي عربية شغالة عشان يقدر يخرج من المدينة ويروح شيكاغو، وأخيرا لقى واحدة لكن بطاريتها كانت محتاجة شحن. وهو بيحاول يظبطها لمح فنان بيبص عليه، وبعدها اكتشف ان الكهرباء كانت شغالة في المكان، فخد العربية من غير تفكير وبدأ يجمع أي بطاريات يلاقيها عشان يشحنها. قعد يرتاح شوية وفجأة ظهر قدامه طفل صغير اسمه جيمس، وكان رافع مسدس في وشه خايف انه يقتله. لوك هداه وعرفه بنفسه وقال له انه مذيع مشهور ومستحيل يأذيه. جيمس بدأ يطمن ونزل المسدس وبدأ يحكي له عن الكهرباء في المكان، وقال له إنها شغالة بسبب جهاز كهربائي في الأبو، وأمه هي اللي شغلته قبل ما تروح الكنيسة تدور على حد هناك. طلبت منه يستناها هنا. لوك كان فرحان بالجهاز عشان يقدر يشحن بطارية العربية، وطلب من جيمس يساعده لكنه رفض وقال إنه لازم يستنى أمه يمكن ترجع مع ناس ناجين. الكلام ده خلى لوك يتعصب جدا لأنه كان خايف عليه، وقال له إن المدينة كلها ابتلعها الظلام ومحدش فضل عايش. قال له إنه بقاله 3 أيام بيدور في شوارع المدينة وسط الظلام الذي لا يختفي غير لدقائق معدودة، وبعدها بيرجع يسيطر على كل شيء. الكلام ده هز جيمس وخلاه يعيط لأنه بدأ يفهم إن أمه غالبا ماتت. لوك قرر يسيب الكازينو عشان يجيب العربية، لكن فجأة لقى قدامه الدكتورة روز وكانت بتعيط على ابنها المفقود ماني. هي كانت جاية الكازينو لأنها فكرت إن جوزها خد ماني وجه هنا لكنها ملقتهوش، وفضلت تعيط أكتر لما أدركت إنه اختفى زيه زي الباقيين. بعد شوية بدأت تهدى وجيمس حاول يواسيها وعرفها على لوك. في نفس الوقت مش بعيد عن الكازينو بول العامل بتاع السينما كان نايم على الأرض دماغه بتنزف، لكنه قام واتجه ناحية أقرب مصدر ضوء وهو بيصرخ بكل قوته يمكن حد يسمعه. صوته وصل للناس اللي في الكازينو، فلوك خرج بسرعة وراح ناحيته، ولما لقاه حاول يساعده ويرجعه معاه، لكن المشكلة إن الظلام كان يقرب منهم بسرعة. لوك لاحظ ده وشغل مصدر ضوء شديد وبدأ يجري هو وبول وسط الظلام اللي كان محاوطهم من كل اتجاه. فجأة لوك اتكعبل ووقع بقوة هو وبول، لكنهم بطريقة ما قدروا يقوموا بسرعة ويكملوا جري لحد ما وصلوا الكازينو بسلام. أول ما وصلوا روز بدأت تسعف بول لأن الجرح في دماغه كان خطير جدا، لكن الكارثة الحقيقية كانت في اللي قاله بول. حكى لهم عن كل الناس اللي اختفوا في السينما، لكن الرعب الحقيقي كان في اللي حصله في الشارع. قال لهم انه وهو ماشي مصباحه اليدوي انطفى للحظة، وفي اللحظة دي حد مجهول ضربه على دماغه، لكنه لما شغل المصباح تاني الشخص ده كان اختفى في الظلام. الجميع كانوا مصدومين ومتعبين من اللي سمعوه، لكنهم حاولوا يهدوا شوية ويتكلموا عن اللي بيحصل. كانوا بيفكروا ازاي الظاهرة دي بدأت فجأة
ومن غير أي تحذير. لكن في اللحظة دي الجهاز الكهربائي بدأ يضعف والضوء بقى يطفي ويرجع تاني. كلهم بسرعة قفلوا أي نور مش ضروري عشان يحافظوا على الطاقة، ونزلوا يشوفوا المولد. بول فحصه وقال لهم إن الجهاز قرب يفرقع ومش هيكمل وقت طويل. الكل كان عارف إن الموت مجرد مسألة وقت دلوقتي، لكن بول وهو بيحاول يستوعب اللي بيحصل قال جملة خلتهم كلهم يسكتوا: أعتقد إن اللي بيحصل ده هو بالظبط اللي كان مكتوب في الكتاب اللي قريته في الأول عن اللي حصل سنة 198. لو فاكر، بول كان بيكمل حكاية اللي مكتوب في الكتاب وقال لهم إنه في سنة 1590 كان في جزيرة استعمرتها بريطانيا وكان عايش فيها 117 شخصا بس. في يوم من الأيام وصلت سفينة من لندن عليها جنود، لكن لما نزلوا الجزيرة اتصدموا. مفيش أي حد، الناس كلها اختفوا فجأة، مفيش أي أثر غير هدومهم بس. الجنود فضلوا يدوروا أيام وأيام لحد ما لقوا كلمة واحدة محفورة على شجرة: كروتون. في اللحظة دي بول كان هيكمل كلامه، لكن هوب فقد وعيه من الإصابة اللي في رأسه، فاضطروا ياخدوه من القبو. وروز بدأت تهتم بيه، لكن لوك كان خلاص قرر إنه لازم يمشي. ساعتها الكل قالوا إنهم لازم يسيبوا المكان قبل ما الجهاز الكهربائي يفصل والكازينو يغرق في الظلام. لوك قال لهم إن في ناس عايشين في شيكاغو وإنهم ممكن يروحوا هناك بالعربية، بس المشكلة إنها محتاجة تتشحن الأول. لازم يجيبوا العربية جنب الكازينو علشان يشحنوها من الجهاز الكهربائي، بس ده معناه إنهم لازم يخرجوا للظلام. رغم الخوف اقتنعوا إن دي فرصتهم الوحيدة، فقرروا إن روز تروح مع لوك علشان يجيبوا العربية، في حين إن جيمس هيفضل في الكازينو يعتني ببول. روز لبست شنطة مليانة كشافات علشان تدي نور لجيمس وخرجت مع لوك. أول ما خرجوا جريوا بسرعة ناحية العربية وبدأوا يزقوها، بس المشكلة إن لوك تعبان ورجله مصابة، فبعد شوية ما قدرش يكمل. في الوقت ده بول كان قاعد في الكازينو مع جيمس، وفجأة شاف بنت صغيرة طالعة من الظلام بكشاف في ايدها، لكن بمجرد ما شافتهم خافت وهربت. لوك من غير تفكير جري وراها علشان ينقذها، لكن رجله كانت بتألمه فوقع منه الكشاف وغرق في الظلام. بسرعة روز شغلت كشاف العربية وجريت تساعده وقدرت ترجعه العربية، لكن وهم راجعين الكشافات اللي معاهم بدأت تفضى، وده خلى روز تسند لوك بالعافية لحد ما قربوا من المستشفى. هناك روز طلعت عود كبريت وأشعلت الشعلة اللي مع لوك، وبعدها دخلت تدور على كحول علشان لو النور طفى تولع نار كبيرة وتنور المكان. لحد هنا كان كل شيء تمام، لحد ما فجأة سمعت صوت ابنها ماني جاي من الشارع وسط الظلام. من غير تفكير جريت بسرعة تدور عليه، لكن للأسف الظلام ابتلعها واختفت زي الباقيين. لوك شاف اللي حصل وكان مصدوم، لكنه ما قدرش يعمل حاجة. رجع بسرعة العربية وبدأ يزقها ناحية الكازينو. في نفس الوقت جيمس كان بيهتم ببول، بس الكهرباء بدأت تضعف والظلام كان بيقرب أكتر وأكتر. بول كان بيصرخ باسم جيمس لكنه ما كانش سامعه، وفجأة الكهرباء فصلت تماما وغرق الكازينو في الضلمة. لحسن الحظ جيمس كان لابس حاجة بتنور حوالين رقبته ففضل سليم، لكن لما راح لبول للأسف لقى إن الظلام بلعه واختفى. جيمس كان مصدوم وخايف جدا، فراح قعد جنب الجهاز الكهربائي، بس الظلام بدأ يسحبه واستخدم صوت والدته علشان يخدعه. لكن في اللحظة الأخيرة لوك وصل وأنقذه. جيمس أول ما شافه حضنه وهو بيعيط وقال له إن بول اختفى. بعدها عرف إن روز كمان راحت ففضل قاعد يعيط. لوك حاول وقال له إنهم لازم يكملوا ويهربوا في الآخر خرجوا للعربية ولوك وصل سلك البطارية، وبعدها مسك الطرف التاني وطلب من جيمس يركب العربية ويدور المحرك. لوك وصل المحرك بالجهاز الكهربائي وبعدها دخل بسرعة وربط الطرف التاني بالسلك. فضل يزعق لجيمس علشان يشغل العربية وبدأ يتابع الشحن بصعوبة لحد ما البطارية شحنت أخيرا. أول ما خلص خرج لوك بسرعة، لكن الظلام كان بيطارده، بس الحمد لله قدر يدخل العربية في آخر لحظة واتحركوا بسرعة. بعد شوية وقف لوك العربية علشان ينزل يقفل غطا المحرك ويشيل السلك. كان ممكن يفضل جوه، بس للأسف في اللحظة اللي خرج فيها جيمس لمح الكنيسة اللي أمه راحت لها قبل كده. من غير أي تفكير نزل وجري ناحيتها ودخل جوه. لوك حاول يوقفه لكنه ما قدرش، فاضطر يحرك العربية لوحده. وهو ماشي لاحظ حاجة غريبة، الكلمة كروتون كانت محفورة على الجسر. هنا فهم إن نفس اللي حصل في الجزيرة بيحصل تاني، وإنهم هيختفوا واحد ورا التاني بالظبط زي اللي حصل في جزيرة رونان. ولوك كان لازم يتصرف بسرعة. دخل بالعربية وكسر الباب وفضل يصرخ على جيمس علشان يركب معاه، لكن جيمس كان مصدوم ومسمعش كلامه. فجأة نور العربية بدأ يضعف، وفي اللحظة دي الظلام ابتلع لوك قدام عين جيمس، اختفى تماما في مشهد صادم. جيمس وقع على الأرض وهو بيعيط، وبعدها راح قعد وسط الشموع علشان يبعد عنه الظلام. بعد كام ساعة طلعت الشمس وجيمس نجا بمعجزة، واللي كان معاه البنت الصغيرة اللي ظهرت قبل كده لو فاكرها. فضلوا قاعدين يتكلموا شوية وبعدها خرجوا يدوروا على أي حد لسه عايش. الغريب بقى إن الشمس بعد شوية اختفت ورجع الظلام يملأ المكان، وفي الآخر ممكن جدا يكون جيمس والبنت الصغيرة هم آخر البشر الباقيين. بصراحة مفيش أي دليل على إن في حد تاني عايش،
ولا حد فاهم إيه اللي حصل بالظبط، والفيلم خلص كده من غير أي تفسير. أتمنى إن الفيلم يكون عجبكم، متنساش تعمل لايك، تشارك الفيديو، وتشترك في القناة، وأشوفكم قريب. سلام.